بأداء سيء وفي ماتش صعب الزمالك بيحقق فوز مهم على سموحة في برج العرب. طبعا النهاردة كان ماتش صعب وجاي بعد كلام كتير عن التحكيم، ويحسب للعيبة انهم خلصوا بجون بدري وما سابوناش في ايد الحكم، لكن ده ما يمنعش اننا شفنا ماتش من أسوأ ماتشات الزمالك، وده لكذا سبب. اولهم غياب نجم الفريق زيزو اللي من غيره مفيش زمالك، وزاد عليه غياب ناصر ماهر اللي بيمر بافضل فتراته وشايل الفريق مع عبد الله. حتى دونجا وشلبي رجعوا لك ولكن لسه بعيد ومحتاجين وقت. ده غير البدايه بشيكا اللي مش محتاج اقولك انها غلط الغلط، وفي التوقيت ده كمان اكبر غلط. وده يودينا لسؤال مهم، هل كونراد مش مقنع لدرجه انك تفضل شيكا عليه؟ دي تبقى مصيبه لو هي كده، وغالبا هي كده لان ملهاش تفسير تاني. وبلاش اصل يخليه على الدكه والهبل ده. هو انهي اولى، العيل ابو 27 سنه يبدا ولا الراجل اللي عنده 39 سنه وبيخلص خلاص؟ لك ان تتخيل ان تركيبه الزمالك الهجوميه كانت بتتكون من شلبي وشيكا وناصر منسي، مع احترامي طبعا للاسطوره منسي وكل حاجه، لكن دي تشكيله مؤخره جدول ولا مؤاخذه. تخيل بنلعب بونجين محدش فيهم بيخش ال 18، فعلى طول هتلاقي ناصر في ال 18 لوحده. وحتى لعب عبد الله في مركز 10 صعب علينا الخروج بالكوره، وبيثبت ان جوميز صح في تغيير مركز عبد الله. من الاخر كده هو كان ماتش زي الزفت، وكل الماتشات غالبا هتبقى كده وهنعاني مهما كان الخصم. وصحيح مهم تكسب وانت مش كويس، لكن ده مش تكوين فرقه. ومن هنا ليناير الاداره لو ما جابتش مهاجم وجناح اجنبي يساعدوا الفريق وقعنا وخرجنا من المنافسه، مساله وقت مش اكتر. بدأ جوميز بعواد بنتايج شمال، وعمر يمين، حسام وحمزه قلبين دفاع، دونجا وشحاته قدامهم عبد الله، شلبي شمال وشيكا يمين، قدامهم الهائج والمائج الاسطوره منسي. طبعا تشكيل مقبول من جوميز في ظل المتاح، ما عدا البدايه بشيكا طبعا، حتى لو هيلعب في المكان ده فتوح مش كونراد حتى. ولسه بنقول يا هادي والماتش لسه بادئ، لقينا ناصر اوام رايح هايج على هاني سليمان وبيقطع وبيسجل الهدف الاول من غير اي مقدمات، وكأن يوم الجمعه بقى ميعاد هياج ناصر خلاص. بعدها الزمالك بيتراجع وبيضغطنا سموحه في نص ملعبنا، ولا كأننا احنا اللي فرقه صغيره. وخد عندك بقى الاطراف مفشوخه حرفيا، وشيكا وشلبي بشوات ما بيرجعوش. عمر لسه تايه ومش فايق من ساعه الاصابه، بينتاج على طول لوحده. شحاته ودونجا بيفقدوا الكوره بسرعه، عبد الله في مركز 10 بعيد فمش عارفين نطلع بالكوره، ويوم ما بنطلع بنلاقي ناصر لوحده في 18 سموحه. كل ده خلى سموحه تسيطر وتروح على عواد بكذا كوره، منهم واحده في العارضه بتنزل في ظهر البركه عواد وتخبط في القايم. الخلاصه ان الزمالك كان محظوظ بالخروج كسبان الشوط الاول. بعديها بيبدا جوميز الشوط الثاني بتغييره، بيخرج بنتايج وبينزل فتوح غالبا عشان الانذار. بعدها شلبي بياخد الكوره ويخش ال 18 ويحط المدافع في ظهره. ركز بقى معايا كده عمنا بقى شويتين، حط المدافع في ظهره. المدافع استخدم معاه ايده فوقعه. دي بتتحسب مش المفروض بيلن؟ ده على حساباتهم هم مش حسابات انا. مش دي كانت اختها في ماتش البنك الاهلي على بنتايج؟ ايه اللي يفرق دي عن بتاعه بنتايج؟ ليه دي اتحسبت ودي ما اتحسبتش؟ اجاوب لك على السؤال ده بمنتهى السهوله. بتاعه البنك اتحسبت عشان علينا، ودي ما اتحسبتش عشان لينا. بس كده خلاص، سهله. وكل سنه والتحكيم بتاعنا بخير، وسلم لي على كوكا. بعدها جوميز بيعمل تغييره متاخره حبتين 3 بخروج شيكابالا ونزول كونراد. بينه وبينكم اصلا التغييره دي المفروض تكون بالعكس، كونراد هو اللي كان المفروض يبدا، وشيكابالا اللي لو احتاجناه كان هو ينزل. كده كده كان في حاجات كتيره قوي غلط في الماتش ده. بعدها كوره بين حسام حسن ودونجا. حسام حسن ان انا ما اعرفش هو بيحزق طول الماتش على وعمال يتنطط زي الكره الجلد ويقع كل شويه في منطقه ال 18. حبيبي متعود طبعا. المهم خناقه مع دونجا، الاتنين شدوا مع بعض. الطبيعي ان الحكم بيعمل صح زي ما انت قلت، انذار هنا وانذار هناك. لا بس الحكم طلع انذار لدونجا بس،
ما طلعش لحسام حسن عشان كان معاه انذار تاني وما يطردش، وبسبب الانذار ده جوميز طلع دونجا ومعاه ناصر منسي ونزل حسام اشرف وزياد كمال. بعدها بتيجي للزمالك ضربه ركنيه يرفعها الاسطوري عبد الله، يردها ابو الرجوله حمزه، تنزل لمصطفى شلبي في الستة، بوم الهدف الثاني عشان نخلص ماتش رخم ورزل. يا شلبي جبت جون والكلام ده والدنيا تمام وبتاع، لكن ادائك زي الزفت، ولا اقول لك الحمد لله على سلامتك انت والرجاله. بعد الجون الثاني الزمالك خلص الماتش وخلص على سموحه، بعد كده جه فاول لعبد الله حطه يا دوب فوق العارضه، لكن ملحوقه عادي هيجيب ان شاء الله غيرها. بعد كده حسام اشرف بيقطع قطعه رايقه ويحط الكرة برجله الشمال في العارضه، وحلوه يا حسام، وكمل واعمل اللي الراجل يقولك عليه، عشان دي الطريقه الوحيده اللي هيلعبك بيها عشان الحكم يصفر ويخلص ماتش رخم ورزل للزمالك بره ارضه مع فرقه رزله في ملعب يتزرع فيه لكن ما يتلعبش فيه كوره ابدا. ومهم انك تكسب وانت مش كويس، والاهم انك تكسب وانت مش كامل، والاهم من كل دول ان الاداره تفهم ان احنا مش كاملين، ولو كنا عايزين نكمل ونكمل في المنافسه لازم ندعم في يناير، لان الموسم ده صعب جدا والنقطه اللي بتروح مش هترجع تاني. اتمنى نكون فاهمين ده، لان احنا محتاجين قوي نركز السنه دي عشان ناكد عودتنا، وان الزمالك ما ينفعش يخسر الدوري اكتر من سنتين ونسيبنا من الجو بتاع بنسرح ونخسر 3 4 5 مواسم. الكلام ده خلاص كان مع المعتوه، لكن دلوقتي ما ينفعش، وبإذن الله مع جوميز خير.